أهلا وسهلا بكم أصدقائي مطبخنا مطبخ سجود. اليوم حنحضر وياكم طريقة عمل المعكرونة. المكونات اللي أحتاجها مثل ما هي ظاهرة أمامكم بالشاشة: نص كيلو معكرونة، حبة بصل متوسطة الحجم هنا ثرمة ناعم، 2 فص ثوم، 1 حبة جزر كبيرة هنا بارشته، 4 ملاعق كبيرة زيت، 2 حبة فلفل أخضر، و3 حبة طماطة متوسطة الحجم هنا مقشرتهم وخالطتهم بالخلاط الكهربائي. البهارات: 1 ملعقة صغيرة ملح، ونص ملعقة صغيرة فلفل أسود، و1 ملعقة كبيرة مسح نعناع مجفف، و1 ملعقة كبيرة معجون طماطة، و1 ملعقة كبيرة معجون فلفل. نجي طريقة التحضير. بسم الله الرحمن الرحيم. هنا بجدرية أضيف ماي وأحط عليه 1 ملعقة كبيرة زيت، و1 ملعقة ملح، وأضيف عليهم المعكرونة بعد ما تغلي. وهنا أترك المعكرونة وأبلش بعمل الصوص مع المعكرونة. هنا أنا أضيف الزيت وأضيف عليه البصل اللي أنا ثارمته ناعم، وهنا أنا أستمر بالتحريك إلى أن يتغير لون البصل. هنا أنا أضيف عليهم الثوم اللي أنا ثارمته ناعم وأستمر بالتحريك. بس يوصل لهذا الشكل حضيف عليهم الفلفل الأخضر والجزر. وهنا أنا أستمر بتحريكهم إلى أن تذبل الخضروات عندي. هنا أنا حضيف عليهم 1 ملعقة كبيرة معجون طماطة، 1 ملعقة كبيرة معجون فلفل، والبهارات اللي ذكرتها ببداية الفيديو. وهنا أنا حضيف عليهم عصير الطماطة وأتركهم على نار متوسطة إلى أن تتسبك. هنا الصلصة مالتي أصبحت جاهزة، حضيفها على المعكرونة اللي أنا سالقتها. وهذا الشكل النهائي إلها، وألف عافية. لا تنسونا حبايب قلبي من اللايك والاشتراك، وفعلوا خاصية الجرس حتى يصلكم كل إشعار جديد من قناتنا. ومع السلامة.